النهائي اليوم. أيضا نبارك بكل تأكيد للمنتخب السعودي ونقول لهم ألف ألف مبروك لجميع اللاعبين اللي كانوا مثالا للانضباط ومثالا للأمانة يعني الانضباط العالي داخل الملعب، من حارس المرمى حتى وصولا للخطوط الأمامية والمهاجمين، الذي يمتلك عبد العزيز الشمري كأفضل هداف في البطولة، كذلك أفضل حارس. نتكلم على قلوب الدفاع، اللاعب عواجل اللي كان يعني موقف خلال الفترة الماضية في السيمي فاينل بسبب تراكم البطاقات، لكن اليوم للأمانة أثبتوا الرهان عليهم. بكل تأكيد نبارك لهم، وبانتظار صراحة نشوف اللاعبين، نشوف المدرب، نشوف أيضا الجانب اليمني بكل تأكيد. لكن زي ما ذكرت لكم هذه البطولة تمتاز بكل تأكيد إلى أجواء خاصة، لكن إن شاء الله حيكون معنا بعد لحظات أفضل لاعب في بطولة كأس الاتحاد الخليجي لكرة القدم تحت 20 عام من المنتخب اليمني، نرحب فيه بكل تأكيد. أيضا خلينا ناخذ في البداية مدرب المنتخب اليمني اللي استضيفه في هذه اللحظات. نرحب فيك كوتش، أهلا وسهلا فيك. أنا أقول لكم مبروك وصولكم للنهائي. أنتم ما أبهرتوا الجماهير اليمنية، أنتم أبهرتوا الجماهير الخليجية اليوم، لكن هارد لك خسارة المباراة اليوم. في البداية نتوجه بالشكر للاتحاد الخليجي والاتحاد السعودي على الاستضافة ونجاح البطولة، ونبارك للمنتخب السعودي لنيله البطولة. طبعا احنا بحسب الإمكانيات اللي معنا عملنا على تجهيز المنتخب بإمكانيات بسيطة، يعني أقل منتخب أعتقد الساعات، والحمد لله وصلنا أن احنا نكون طرف في النهائي، وهذا أيضا يعتبر إنجاز. كنا نطمح للبطولة لكن في الأخير يعني الحمد لله ما توفقناش، وهذه كرة القدم. والحمد لله معنا منتخب رائع جدا رغم الجاهزية القليلة، لكن الحمد لله إن شاء الله معنا في الفترات القادمة معنا بطولات إن شاء الله سيكون المنتخب في حالة أفضل من هذا الحالة. كوتش محمد، اليوم بكل تأكيد عليك كان مسؤولية. من مكونات الماء يوجد هناك الكثير من الكلمات المتعلقة بالماء، مثل تفسير اللاعبين حتى وصولك للنهائي. أكيد احنا عملنا على تجهيز الجوانب النفسية والبدنية والتكتيكية، لكن كانت الفترة قليلة جدا مش كافية. بالنسبة للمعسكر يعني مش كافي، حوالي شهر و10 أيام، كان حتى فيه اختيار لاعبين، خاصة أنه معظم اللاعبين جدد، لكن الحمد لله عملنا بحسب المتاح، والحمد لله قدرنا في هذا البطولة أن ننافس إلى آخر اللحظة، والحمد لله يعني، وهذا هو يعني اللي حصل. منتخبنا ما قصروا رائعين يعني. الكرة اليمنية بل الكرة الخليجية اليوم كسبت أسماء، وجوه شابة اليوم على مستوى يعني المنتخب اليمني. عندك اليوم ما شاء الله أفضل لاعب في البطولة، وهذا أيضا يعتبر إنجاز أنه يكون أفضل لاعب البطولة من المنتخب اليمني، فيعني هذا شيء جيد. معنا لاعبين كويس، خاماتهم ممتازة إن شاء الله سيكونوا في المستقبل لو إن شاء الله نحصل على إعداد أفضل من الإعداد اللي قلنا. أيضا مباريات دولية، احنا مشكلتنا أيضا إضافة إلى ضعف الإعداد للمباريات الدولية، عكس المنتخبات المتواجدة تعرف يعني منتخب يعني معدة يعني الإعداد على أعلى مستوى، لكن إن شاء الله القادم بيكون أفضل، ونعتبر هذا البطولة تعتبر ودية بالنسبة لنا إن شاء الله. كوتش محمد، كلمة أخيرة حاب توجهها لأبنائك اللاعبين وكذلك الجمهور اللي كان حاضر معاكم بداية البطولة. طبعا ابدا بالجمهور اليمني بالذات اللي في منطقه عسير، ما قصروا، وقفوا مع المنتخب يعني من بدايه وصوله الى منطقه عسير وساندوه يعني، فنوجه لهم الشكر. ايضا اوجه يعني الشكر للاعبين اللي كانوا ابطال، مجرد نحن وصلنا المركز الثاني نعتبر ابطال يعني في منتخبات معدة بأعلى مستوى زي المنتخبات اللي خرجت، يعني تعتبر من أفضل منتخبات آسيا، وإحنا كنا طرف مع المنتخب السعودي. أيضا المنتخب السعودي يعتبر من يعني حاصد بطولات يعني في آسيا، فالحمد لله كنا ند له في المباراة النهائية وهو استحق أن يفوز، وشكرا لهم جميعا. كل اللاعبين عندك سواسية، لكن اليوم أفضل لاعب في البطولة، إيش حابب تقول له؟ طبعا عادل يعتبر من اللاعبين المميزين يعني، واللاعبين اللي يعني الامل الحمد لله مستقبل كبير ان شاء الله، فيعني انا اشكره على اللي قدمه، وان شاء الله باذن الله سيقدم اكثر في المستقبل. شكرا لك يا كوتش. شكرا لك. شكرا للكوتش محمد اليافعي اللي كان متواجد معنا مدرب المنتخب اليمني الشقيق، ونقول لهم صراحة هارد لك يعني هذه الخسارة في المباراة وتتويجكم بالمركز الثاني، لكن وصولكم اليوم المركز الثاني يعتبر إنجاز بكل تأكيد للكرة الخليجية والكرة اليمنية.
والمتابعين من كافة الخليج بأنه الحصان الأسود اللي كان في البطولة، ويعني أبهر الجميع صراحة بالنتائج اللي موجودة من خلال فوزه على في البداية في المجموعات، من خلال فوزه على منتخب قطر، كذلك فوزه على منتخب الكويت، أيضا واجه منتخب كذلك يعني المنتخب السعودي في البداية، كذلك وجوده في السيمي فاينل وتأهله بكل تأكيد إلى النهائي.